بص يا صديقي، الترتيب اللي انت شايفه ده مش هو الترتيب الصحيح. تعال وانا اقول لك. علاقتي بالكورة بجيب الجون واروح. علاقتك بالكورة انت كل يوم تتطوح. زي ما سمعت كده، ترتيب المجموعة دي مش هو الترتيب الصحيح، ولكن اللي انت شايفه قدامك ده هو الترتيب الصحيح، لان كده كده بورتو وبالميراس هيكسبوا انتر ميامي. فانت عشان تتأهل قدامك حل من الاتنين، يا اما هتكسب ماتش وتتعادل الماتش التاني وبكده هتصعد كتاني المجموعة وتقابل باريس سان جيرمان في دور ال16 وتطلع منه، يا اما تكسب الماتشين وتصعد اول وساعتها تقابل اتلتيكو مدريد، وفي الحالة دي نقدر نعافر معاهم شوية. اللي عمل فينا كده ان احنا ضيعنا اسهل فوز من ايدينا. طبعا السبب في ضياع الفوز ده محمود كريزيديه يشكر. وبالمناسبه اداره النادي الاهلي بتغرم تريزيجيه مليون جنيه بسبب الموقف اللي حصل منه. الصراحه ما كنتش متوقع ان حاجه زي كده ممكن تحصل من تريزيجيه، لانه واحد من كباتن النادي الاهلي والمفروض ان اللعيبه تلجأ له في المواقف اللي زي دي، مش هو اللي يعمل المواقف دي. طبعا تاني سبب من اسباب الهزيمه هو كابتن حسين الشحات، وده لان حسين الشحات وتريزيجيه كانوا بيدوروا على السوكسي. كل واحد فيهم كان عايز يكون هو اول واحد يسجل هدف في بطوله جديده اول مره تتعمل. كل واحد كان عايز يسطر التاريخ لشخصه هو بس، لكن لو كانوا يبصوا للنادي الاهلي كنا نقدر نكسب الماتش ده. عموما في النهايه زي ما قلت لك، عشان تصعد من المجموعه قدامك حل من الاثنين، يا اما تكسب الماتشين يا اما تكسب ماتش وتتعادل ماتش. في الحاله دي ان شاء الله تتاهل لدور ال16.